قرية كفر دلبة قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية، عدد سكانها حوالي 3000 شخص، كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني، حيث كانت تتم محاربة ومنع اللغة الكردية، لتأتي الحكومات السورية المتعاقبة بعد ذلك وتمارس شوفينيتها أيضا وتحارب اللغة الكردية، وبذلك أهلنا في جبل الكرد أو الأكراد فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله بولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يعود أهلنا في جبل الكرد أو الأكراد إلى لغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في جبل الأكراد وقرية كفر دلبة.